الشرق الأوسط في هذا الجزء من العالم هو حرفيا المكان الذي بدأت فيه الحضارة في العالم، أو على الأقل في هذه المنطقة، والتي كانت بؤرة للصراعات على مر التاريخ، حيث أعيد رسم الحدود هنا مرات عديدة مع تقلب الإمبراطوريات في هذه المنطقة. آخر تقسيم تم على يد الأوروبيين بعد تفكك وسقوط الدولة العثمانية. غادر الأوروبيين هذه المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن بقيت الحدود التي رسموها لتصبح أساسا للحدود الحالية التي نراها الآن. وهنا تبدأ قصتنا في الثلاثينيات من القرن الماضي. كانت المملكة العربية السعودية منطقة صحراوية في الشرق الأوسط، يعتمد معظم أهلها على رعي الإبل والنخيل في حياتهم اليومية. وفي نفس الوقت عبر المحيط كانت هنالك قوة عظمى ناشئة أمضت تاريخها وهي تتحرك غربا لتسيطر على القارة بأكملها وما وراءها وصولا إلى أعماق المحيط الهادي. كانت كل الأمور تتغير نسبيا في العالم. كان العالم يتعافى لتوه من حرب عالمية وحشية استخدمت فيها أسلحة جديدة تعمل بواسطة النفط. خسرت ألمانيا تلك الحرب جزئيا لأنها لم تكن تمتلك بما يكفي من النفط لمواكبة هذا النمط الجديد من الحرب الذي اعتمد بشكل أكبر على الآلات. وهنا في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، أدركوا أن الوصول إلى هذه الموارد النفطية سيحدد من سيكون قويا والأعظم في العالم. لذا توقفوا عن التطلع غربا في البحث عن النفط وتوجهوا إلى الشرق على أمل العثور على الوقود الذي يحتاجونه لبناء قوتهم العظمى. بدأ وجود الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بمدينة صغيرة جدا في شرق المملكة العربية السعودية، ولكن سرعان ما توسعت هذه المدينة لتصبح شبكة مترامية الأطراف من تحالفات وهجمات سرية وتدفقات الأسلحة والأموال وبناء قواعد لا حصر لها، لتتحول في النهاية إلى حروب برية لا نهاية لها. هكذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق الأوسط وهي مستعدة وراغبة في استخدام جميع الوسائل اللازمة للسيطرة على الشرق الأوسط. بدأت القصة بشركة التعدين العملاقة ستاندرد أويل كمباني أوف كاليفورنيا، وهي معروفة الآن بشركة شيفرون، مقرها في كاليفورنيا، وكانت تريد استكشاف هذه المنطقة الصحراوية بحثا عن النفط. كانت السعودية البدائية عبارة عن كتلة من الرمال المتحركة وشمس حارقة تبلغ مساحتها ثلث مساحة الولايات المتحدة. كان هذا قرارا محفوفا بالمخاطر بالنسبة للشركة الأمريكية، لأنهم أولا لا يعرفون ما إذا كان هنالك بالفعل نفط أم لا، وكانوا يعلمون أن هذا يعني استثمار أطنان من الأموال في مشروع قد ينتهي بخسارة كاملة. وثانيا كانت هذه الصحراء جزءا من مملكة دينية متشددة للغاية التي يوجد بها مكة والمدينة، وهي موطنا لأقدس المواقع في الإسلام. وثالثا تترأس المملكة عائلة ملكية متشددة لا تحب الغرباء خاصة غير المسلمين. ولكن مع ذلك منح ملك المملكة العربية السعودية في النهاية الشركة الأمريكية الإذن باستكشاف ما يقرب من 1,000,000 كيلومتر مربع من هذه الصحراء بحثا عن النفط. وبعد بضع سنوات وفي الثالث من مارس عام 1938 في هذه المنطقة الصغيرة من الصحراء الساحلية عثروا على النفط. بدأ المدراء الأمريكيون في شركات النفط والعاملون فيها وعائلاتهم يتدفقون إلى الشرق الأوسط، وأسسوا أول وجود أمريكي مهم في المنطقة، وأنشأوا مدنا صغيرة حول عمليات النفط كانت بمثابة نسخ صغيرة من أمريكا، مليئة بأسوأ السلوكيات الآثمة مثل السماح للنساء بالقيادة وشرب الكحول وأحواض السباحة المختلفة ودور السينما في الهواء الطلق. وهذا النوع من الأشياء محظور تماما في المملكة العربية السعودية حتى الآن. لذا هنالك الكثير من السعوديين غير راضين عن سماح حكومتهم للأمريكيين بالتصرف كما يشاءون، لكن النفط استمر في التدفق. وهنا بدأ الأمريكيون في التوغل أكثر في المملكة العربية السعودية. قال الأمريكيين للسعوديين إن النفط يتدفق بشكل أفضل من أي وقت مضى، لذلك اقترح الأمريكيين على السعوديين أنهم سيبنون قاعدة عسكرية صغيرة ملحقة بمدينة النفط الصغيرة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من حماية أنفسهم وحماية السعوديين وحماية النفط وما إلى ذلك. وهنا اعترض الكثير من السعوديين حيث لم يوافقوا منذ البداية على قدومهم من أجل النفط، والآن يريدون إنشاء قاعدة عسكرية كاملة على الأراضي المقدسة. لكن العائلة المالكة قالت إن النفط ثمين للغاية وسوف نصبح أغنياء أكثر من أي وقت مضى، لذلك سمحت للأمريكيين بإنشاء القاعدة العسكرية. ولكن كان هنالك شرط واحد وضعه السعوديين للأمريكيين، هو أنه لا يسمح لهم بوضع علم الولايات المتحدة الأمريكية ولا أعمدة أعلام، ولا يمكن وضع علمهم في أي مكان في القاعدة.
وافق الأمريكيين على ذلك، وقامت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية عسكرية لها في الشرق الأوسط على شكل مدرج هبوط بجوار حقل النفط. استمر تدفق النفط بكميات كبيرة، وأصبح السعوديين والأمريكيين في قمة التحالف الاقتصادي والعسكري، وأصبح كلا الطرفين أثرياء للغاية. وفي الوقت نفسه تنظر باقي دول الشرق الأوسط إلى المملكة العربية السعودية بازدراء لتحالفها مع أمريكا، ولماذا يسمحون لهم بإنشاء مدرج هبوط في الأراضي المقدسة. ثم يرد عليهم أفراد العائلة المالكة إن هذا التحالف جعلهم الأكثر ثراء في المنطقة، وأن أي دولة أخرى في الشرق الأوسط كانت ستفعل نفس الشيء إذا كانت مكانهم. كان البحث عن النفط هو ما جلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى السعودية في الأصل، ولكن في الخمسينيات والستينيات كان هنالك سبب جديد لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط، وهذا السبب هو وجود قوة عظمى أخرى تمتلك أسلحة نووية تسمى الاتحاد السوفيتي، والتي كانت تدخل المنطقة بقوة. لذا بالإضافة إلى النفط، فإن الولايات المتحدة الأمريكية الآن منخرطة في محاولة لمنع الاتحاد السوفيتي من الحصول على أي سلطة في هذه المنطقة. وفي دولة مجاورة للسعودية كانت دولة إيران، كان هنالك الزعيم محمد مصدق منتخب ديمقراطيا، ولم يكن من معجبي الولايات المتحدة، وكان ودودا جدا مع الاتحاد السوفيتي. لذا تعاون الأمريكيين مع البريطانيين للإطاحة بالحكومة الإيرانية حتى يتمكنوا من تنصيب الزعيم محمد رضا شاه، دكتاتور آخر أكثر ودا للولايات المتحدة، وكان هذا باعتراف وكالة الاستخبارات الأمريكية نفسها. لذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها مصلحة في النفط، وهي الآن منخرطة في محاولة دعم دكتاتور في إيران. وهنالك أمر آخر مهم جلب الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط، وهو دولة إسرائيل التي أعلنت حديثا وبدأت تغضب جيرانها وتبدأ في التطلع إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الدعم. والولايات المتحدة الأمريكية تقدم لهم هذا الدعم بكل سرور، حيث ترى إسرائيل كدولة صديقة في المنطقة يمكن أن تكون داعما كبيرا لمصالح أمريكا. بدأت الولايات المتحدة في تمويل إسرائيل بأطنان من الأموال وطائرات مقاتلة وتحالف عسكري وكل ما يتطلبه الأمر لتقويتها في خوض حروبها ضد جيرانها العرب. إذن في هذه اللحظة نرى ازدواجية المعايير للولايات المتحدة الأمريكية في مصالحها، في أن أمريكا تمول كلا الطرفين المتقاتلين العرب وإسرائيل في نفس الوقت، تحالف اقتصادي عسكري مع كلا الطرفين. كان هنالك نقاش يدور في الولايات المتحدة الأمريكية حول ما إذا كان ينبغي عليهم فعل كل هذا الدعم لإسرائيل بهذه القوة، لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك سيثير غضب جميع جيرانهم في الشرق الأوسط وجميع جيران الدول التي تمتلك النفط. في النهاية قررت الولايات المتحدة دعم إسرائيل، مما أدى إلى رد فعل عنيف من جميع الدول المنتجة للنفط في المنطقة. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الأمر أكثر خطورة، فهم يقولون العرب إن إيقاف تدفق النفط يضر بأمريكا، البلد الذي يدعم ويزود عدوهم إسرائيل عسكريا واقتصاديا. وفي النهاية بدأت ردود الفعل العنيفة ضد دعم إسرائيل وجرت بعد محادثات السلام. في سبعينيات القرن الماضي في الجانب الآخر في إيران تمت الإطاحة بالدكتاتور الذي نصبته الولايات المتحدة في ثورة دينية ضخمة تخلصت من الدكتاتور محمد رضا الذي نصبته الولايات المتحدة الأمريكية لمصالحها الخاصة، ونصبت حكومة دينية برئاسة آية الله الخميني، مما يزيد المنطقة تعقيدا لإظهار الخميني العداوة الشديدة للولايات المتحدة. وفي دولة مجاورة لإيران في أفغانستان كان أسامة بن لادن ذو الجنسية السعودية ينضم إلى المقاتلين ضد الاتحاد السوفيتي بشراسة، والذي يعتبره المقاتلين جهادا ضد أعداء الإسلام، حيث خاضوا حربا طويلة ووحشية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سعيدة بهذه الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وتلقيه الهزيمة على يد هؤلاء المقاتلين، حيث أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأسلحة والأموال لدعم المقاتلين، لكنهم سيندمون عليه لاحقا بعد عدة عقود. في النهاية هزم أسامة بن لادن والمقاتلون الأفغان الاتحاد السوفيتي بدعم أمريكي حتى وإن لم يكن مباشر. أصبح أسامة الآن مكرسا كل جهوده تماما لقضيته في محاربة القوى العظمى والتي تتضمن أمريكا نفسها، وأسس مجموعته الجديدة التي أنشأها أثناء وجوده في أفغانستان والتي تسمى القاعدة، ولها علاقة وثيقة بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط. مهمة الجماعة الإسلامية هي حماية الإسلام من خلال الرد العنيف على القوى العظمى التي تتدخل في الشرق الأوسط، وكان عداءه واضح لأمريكا والاتحاد السوفيتي. حاول الأمراء السعوديين بإقناعه بالعدول عن أفكاره ضد الولايات المتحدة، وأن يدرك مدى ثراء الأمراء السعوديين وكيف يعيشون في القصور ويقضون رحلاتهم على اليخوت في أوروبا والطيران في طائراتهم الخاصة، ويعتبرون شراكتهم مع أمريكا
أكثر من رائعة. ومع كل هذا ما زال أسامة بن لادن مصرا على عداوته الشديدة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن الحكومة السعودية في النهاية تأخذ جواز سفر أسامة بن لادن ولا تسمح له بالمغادرة وتطلب منه أن يصمت بشأن كل ما هو معاد للولايات المتحدة الأمريكية. لذا يجد أسامة بن لادن خطة أخرى لربما يجد آذانا صاغية من الأمراء السعوديين، وذلك عندما غزا صدام حسين الكويت، والذي يراه أسامة بن لادن أنه مسلما سيئا للغاية وهو ببساطة شديدة مسلما فاسدا. غزا صدام الكويت كان لمضاعفة احتياطات صدام النفطية، حيث يوجد أيضا الكثير من النفط في الكويت. استفاد صدام أيضا من طفرة النفط، حيث استخدم أموال النفط لبناء جيش ضخم والذي يعتبر رابع أكبر جيش في العالم. إذا تمكن صدام بجيشه الضخم من الاستيلاء على الكويت فحتما سيزحف عبر هذه الصحراء إلى السعودية. أتت الفرصة المناسبة لأسامة بن لادن لإظهار ولائه للإسلام والدفاع عن المملكة السعودية، وقال أنه يمكنه هو ومجموعته قاعدة من التصدي لصدام، ويستند على ذلك لهزيمتهم للاتحاد السوفيتي. لكن السعوديين لم يسمحوا للقاعدة بمحاربة رابع أكبر جيش في العالم، فالكويت ليست أفغانستان، حيث الجبال والكهوف في أفغانستان تمكنهم من الاختباء من الأعداء. بدلا من ذلك التقى الملك بشخص آخر اعتقد أنه سيكون أكثر ملائمة من بن لادن ومقاتليه. كان ديك تشيني هو سياسي ورجل أعمال أمريكي، كان نائب رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، قد سافر إلى السعودية في اليوم التالي لغزو صدام للكويت. في هذه المرحلة كانت العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية قد ضعفت قليلا، حيث تعرضت السعودية لانتقادات متزايدة لكونها متحالفة مع الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من ذلك أخبر الملك السعودي تشيني أن يأتي بأكبر قوة ممكنة وبأسرع ما يمكن، وهذا بالضبط ما فعله ديك تشيني، مستعدا وراغبا في استخدام جميع الوسائل اللازمة لإرضاء العائلة المالكة. فقد تحالفت أمريكا مع 37 دولة أخرى، ثم أرسلت المزيد من العتاد العسكري من سفن وقاذفات وقوات برية وبحرية، وتم ضرب صدام حسين بيد من حديد، ودمرت ترسانته الحربية في غضون أسابيع قليلة، مما دفعه إلى التراجع والانسحاب من الكويت. هذه الأحداث جعلت الأمريكيين الحليف الأول للعائلة الملكية في السعودية، وعادت الصداقة الحميمة بينهم مرة أخرى. جاءت الولايات المتحدة بكل هذه الحربية والقوة البشرية والقواعد المدفعية، ثم لم تغادر أبدا المملكة العربية السعودية، وهو ما أغضب كثير من السعوديين الذين كانوا غير مرتاحين للرؤساء الأمريكيين منذ البداية. ولكن الشخص الذي كان أكثر غضبا هو أسامة بن لادن، الذي لم يرفضه بلده فحسب، بل اختاروا أعداء الإسلام بدلا منه، وهي التي قضى أسامة بن لادن حياته كلها في محاربتها. لذا بدأ أسامة بن لادن في مضاعفة جهوده لتحقيق مهمته الأصلية، وغادر السعودية وقام بشن هجمات ضد الولايات المتحدة الأمريكية في جميع أنحاء العالم. وبحلول أواخر التسعينات بدأ في التخطيط للهجوم الذي سيغير عالمنا، وهنا يبدأ فصل جديد من رواية الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط، والذي سنسرده في الحلقة القادمة.